السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة خلينا نتكلم عن الاستراتيجية الصحيحة لبيع كورسات رخيصة الثمن. اتكلمنا في فيديوهات قبل كده عن الاستراتيجية الصحيحة لبيع كورسات وخدمات غالية الثمن. النهاردة هنتكلم عن رخيصة الثمن. فبدون ما أطول عليكم يلا بينا ندخل على طول في الموضوع. رقم واحد، لو أنت عندك كورس يعني في كورس لغة إنجليزية أو لغة ألمانية، أو أنت أخصائي تغذية بتتكلم عن تخسيس وفقدان الوزن أو التغذية الصحية أو ما إلى ذلك، فأنت ممكن تبيعه في صورة كورس أو محاضرات أو استشارات أو ما إلى ذلك. فأنت بتحدد الكورس بتاعك، وبتحدد السعر اللي أنت هتبيع بيه أولا، ده رقم واحد. فبنبدأ أول شيء عمل تخطيط للبزنس بتاعك. يعني إيه تخطيط؟ يعني أنت بتحدد النيش ماركت بتاعك، هتشتغل في إيه، هتدرس للطلاب بتوعك إيه، او هتعمل الكورس بتاعك بتمحور وبيتكلم عن ايه. يعني لو انت بتدرس لغه انجليزيه على سبيل المثال، فبتحدد انا هعمل كورس بيتكلم عن اللغه الانجليزيه، 3 ليفل، مستوى او 3 ليفل مثلا، او ليفل رقم 9 او ما الى ذلك. انت بتحدد النيش ماركت بتاعك، بتحدد الكورس بتاعك هيتكلم عن ايه. رقم 2، في التخطيط بتحدد العميل المثالي بتاعك بكل دقة. هنحدد عميل مثالي كلاسيكي واحد بس، مش هتبيع الكورس لكل الناس، لا، هتحدد عميل مثالي. عميل المثال على سبيل المثال عنده مشكلة في ان هو بيعمل انترفيو مع الشركات وبيفشل. عميل المثالي هو حد عايز يسافر بره مصر او بره الوطن العربي، بيتكلم انجليزي بشكل كويس وبيواجه مشكلة في الكلام ده. عميلي المثالي على سبيل المثال حد بيدرس في مرحلة تعليمية معينة مثلا، وعنده مشكلة في تعلم اللغة، فهم دول عملائك المثاليين. فانت هتبيع لهم الكورس بناء على تحديدك ليهم انت. ازاي تحدد برضو عميلك المثالي؟ في الاعلان بتكتب كل المشاكل اللي بيعاني منها عميلك، وبتكتبها في الكوبي رايت بتاع الاعلان، او بتكتبها في المحتوى اللي انت بتنزله على القناة بتاعتك، او في المحتوى على السوشيال ميديا. فعميلك هينجذب ليك انت من خلال اللي هيسمعه على المحتوى بتاع السوشيال ميديا، او اللي هيشوفه في الاعلان، اللي هيشوف على اعلان الفيسبوك او على اي منصه اعلانيه انت بتعملها. ده رقم 2. رقم واحد احنا قلنا بتعمل تخطيط بتحدد النيش ماركت بتاعك. رقم 2 بتحدد عميلك المثالي. رقم 3، عفوا اذا كنت نسيت، انا بتحدد الطريقه التسويقيه اللي انت هتسوق بيها الكورس بتاعك. عندك قناه على اليوتيوب، او عندك محتوى مجاني على السوشيال ميديا، بيرسونال براند باسمك وصورتك انت بتخرج بتطلع بتتكلم فيهم، او بتعمل اعلان مدفوع على اي منصه، جوجل، تيك توك، فيسبوك او ما الى ذلك. فبتحدد الطريقه المناسبه التسويقيه ليك انت وللبزنس بتاعك. رقم 2، هنا بيجي دورك وبيجي دور اللي هيحدد نجاح الكورس والمنتج بتاعك ولا لا. عمل عرض مغري حوالين الكورس بتاعك. ما تروحش تبيع الكورس بتاعك للعميل وتسيبه في البحر، استفاد او ما استفادش مش مشكله، انا اهم شيء بعت الكورس. لا، مش كده خالص. لازم توصل عميلك لهدفه النهائي من خلال العرض بتاعك. هو العرض اللي هيوصل عميلك لهدفه النهائي. يعني على سبيل المثال انت بتعمل له عرض، خلينا نقول انت بتبيع كورس في اللغه الانجليزيه. العرض ممكن يكون عباره عن ايه؟ ممكن يكون جلسه استشاريه بينك وبينه مجانيه طبعا من خلال العرض بعد ما يشتري الكورس. ممكن يكون مثلا جروب فيسبوك للدعم، بعد ما يبتدي يدرس ويخلص المحاضرات محتاج حد يرد عليه في اسئلته، حد يحل له مشاكله وهكذا. ممكن يكون العرض شامل برضو كتيب مجاني الكتروني في بعض الجرامر او بعض المصطلحات الانجليزيه اللي مش موجوده في الكورس، وهكذا. انت بتختار عده اشياء مناسبه للعميل بتاعك، مفيده جدا جدا ليه، وبتعمل عرض منهم وبتخليه مع الكورس بتاعك. اللي يشتري الكورس بياخد العرض ده مجانا ليه. رقم 3، بتعمل فانل مناسب اسمه ليف تيكت. يعني ايه برضه ليف تيكت؟ يعني فانل من نوع ليف تيكت مناسب للكورس رخيص الثمن، وهحكي عليه برضه، بس خليك معايا. ليه الفانل ده مهم وليه انت لازم تعمل فانل؟ اولا رقم واحد، علشان تحط عليه المحاضرات بتاعتك. ما تحطش المحاضرات بتاعتك على اي موقع او اي شيء مثلا، او شيء مش احترافي او كده. رقم 2، بيبقى عندك صفحة احترافية وشكلك احترافي قدام عملائك، وبيعرفوا وبيزود معدل التحول، بيعرفوا ان هم بياخدوا كورس من شخص محترف وعنده خبرة، وبالتالي مبيعاتك بتزيد. رقم 3، الفنل بيحتفظ بداتا العملاء، وبترجع تبيع لهم لو عندك كورس من نوع جديد او عندك كورسات تانية جديد، بدون ما تعمل اعلانات وتصرف كتير على التسويق. رقم 4، العميل اللي دخل على الصفحة دي او دخل على الفنل وما اشتراش من الاول، بتعمل انت ريتارجتنج اد، يعني اعلان اعاده الاستهداف. بتدي الفيسبوك لينك الصفحه اللي الناس دخلت عليها وما اشترتش، وبتقول يا فيسبوك اعمل لي اعاده استهداف للناس دي. والاعلان اللي من النوع ده بيبقى رخيص، ومعدل التحول بتاعه بيبقى اعلى، يعني المبيعات بتزيد ومعدل والمصاريف بتقل.
فانت الفانل هو الوحيد اللي هيعمل لك الكلام ده، وخصوصا لما يكون نوع لو تيكت فانل من نوع المنتجات رخيصة الثمن. حلو الكلام. نتكلم بقى عن خطوات عمل الفانل المناسب لهذا النوع من الكورسات. رقم واحد، بتعمل صفحة بيعية بها تفاصيل الكورس بتاعك والسعر بتاعه وكل تفاصيل المنتج بتاعك. الصفحة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صفحة واحدة بس، وهقول لك عليها برضو تعملها ازاي. رقم واحد، بتعمل فيها فيديو مبيعي، فيديو هدفه البيع، ان العميل يشتري، بتتكلم عن المشاكل اللي عند العميل وبتحط ايدك من خلال الكوبي رايتنج بتاع الفيديو ده عن مشاكل العميل وقد ايه الكورس بتاعك هيحل المشكلة دي، وبتتكلم برضو شوية معلومات عن الكورس بتاعك. رقم اتنين، بتعمل صفحة دفع للشراء علشان العميل بعد ما يقرر يشتري يخش يعمل شراء بالكارت بتاعه والفيزا بتاعته وما الى ذلك. ولازم هنا برضو توفر خيارات دفع كتير، في اللي عايز يدفع لك على بيبال، في اللي عايز يدفع لك على تحويل بنكي، في اللي عايز يدفع لك على فودافون كاش الناس اللي من هنا من مصر، وطرق دفع كتير انت لازم توفرها لعميلك علشان تحقق اكبر قدر من المبيعات، ما تخسرش اي عميل. وصفحة الدفع دي بيبقى فيها شيء اوردر مكمل. يعني ايه اوردر مكمل؟ يعني ما تبيعش الكورس الواحد اللي هو ب$9 او $20، لازم تزود المبيعات عندك وتزود الافريج اوردر فاليو او متوسط الربح من كل عميل. هحكي لك يعني ايه متوسط الربح من كل عميل، بس خليني اقول لك ايه الصح اللي انت تعمله. بعد ما العميل يخش على الصفحة دي، صفحة الشراء اللي هي صفحة الدفع، ويشتري سواء الاوردر الاساسي او الاوردر المكمل او الاثنين مع بعض، بيخش على صفحة ثالثة فيها عرض من نفس النوع من نفس مجالك، عرض اسمه ابسل، بتزود بيه مبيعاتك. ده بتزود انت بيه مبيعاتك. وبعد ما العميل بيخش عليه برضو سواء اشتراه او ما بيشتراهوش، بيبقى في زرار يخش على صفحة تانية فيها عرض داون سيل، عرض برضو ارخص من الاولاني. يعني انت ده عامله على سبيل المثال الكورس الاساسي عاملينه $9 علشان نجذب العملاء ويخشوا اكبر قدر ممكن من العملاء على الصفحه بتاعتنا، وبعدين بنعمل اوردر مكمل ممكن يكون ثمنه 30 او $39. والعرض الابسل بيبقى سعره ما بين $70 او 77 او شيء زي كده، او $60 او $69. والعرض الداون سيل حتى لو ما اشتراش ده بنديله عرض ارخص اللي هو الداون سيل، ارخص شويه بيبقى سعره 20 30 او $49 في الحدود دي. فانت عملت شيء اسمه افريج اوردر فاليو، متوسط الربح من كل عميل. خليني اشرح لك ده بالتفصيل علشان تبقى فاهم اهميه اللو تيكت فانل. اللو تيكت فانل بيعمل لك الكلام ده. يعني ايه برضه؟ يعني لو انت الكورس بتاعك ب$9، احنا قلنا ان هو رخيص الثمن، حلو الكلام، 9 10 15 30، فلازم تعمل معه اوردر مكمل. انا لما بعمل اعلان وبروح اقول للفيسبوك تعالى اعمل لي اعلان علشان الناس تشتري الكورس بتاعي، فالفيسبوك بيحاسبني على الاعلانات ويبدا يحاسبني على كل عميل بيبدا يشتري من عندي الكورس. يعني لو العميل اشترى مني كورس، فالعميل الفيسبوك بيحاسبني بشيء اسمه كوست بير ريزولت. انا خدت منك فلوس الاعلانات اللي هي $20 في اليوم، ولكن في عميل اشترى منك، فالعميل بيحاسبك عليه ب$7 او $8، فانت سعر الكورس اساسي عندك $9 والفيسبوك اخذ منك 7 أو 8، فانت ربحك $2. فبالتالي لازم تعمل اوردر مكمل. يعني ايه اوردر مكمل؟ يعني علشان يعوض لك سعر الاعلانات المرتفع ومصاريف الاعلانات. الاوردر المكمل ده بيبقى 27 او 30 في نفس المجال برضه ونفس النيش، فبالتالي انت زودت ربحيتك يعني ب27 و$2 انت كسبانهم هنا في الكورس الاساسي، فانت عملت ربحيه كويسه فوصلت 29 او 30، فبالتالي انت عوضت اسعار الاعلانات. لو ما عملتش كده هتلاقي ارباحك واعلانات ومصاريفك راحت في الاعلانات، فانت مش كسبان شيء، فكده بتخسر فلوسك انت. وفي ناس كتير بتغفل عن الكلام ده. وبعد ما بتعمل الاوردر المكمل سواء العميل اشتراه او ما اشتراش، بندخله على صفحه ثالثه اسمها عرض ابسل. العرض الابسل ده بيبقى ثمنه 77 زي ما احنا قلنا او 69 او زي ما انت هتحدده، بس بيبقى سعره غالي حبتين، يعني ما يقلش عن $60. بعدين حتى لو ما اشتراهوش برضه بنعرض عليه تاني عرض داون سيل. ففي عملاء، يعني هل في عملاء هتشتري كل الكلام ده ولا في عملاء هيشتروا الكورس الاساسي بس؟ طبعا لا، في ناس هتشتري الكورس الاساسي بس اللي هو $9، وفي ناس هتشتري لحد العرض اللي هو الداون سيل. فلو هنا عميل مثلا اشترى كل الكلام ده وكان دفعه ليك $100، وفي عميل هنا اشترى من عندك السعر ده ب$9، فانت متوسط الربح بتاعك $50. انت قسمنا الربحية بتاعتك $50، في حد اشترى ب10 وفي حد اشترى ب100، وفي مصاريف الاعلانات اللي احنا قلنا عليها، فمتوسط ربح كل عميل
من عندك انت $50. ده متوسط عالي، انا بدي لك مثال بس علشان تبقى عارف. فضروري ان احنا نعمل اوردر مكمل، ونعمل عرض ابسل، ونعمل عرض داون سيل. ده بيوسط الارباح بشكل كبير زي ما بقول لك. وبعد كده انت بتبدا تعمل تسويق، عمل اعلانات او محتوى مجاني على السوشيال ميديا. حتى لو مش هتعمل اعلانات، لازم تعمل برضو الاوردر مكمل وابسل والداون سيل، ده مهمين جدا، بيزودوا ارباحك وبيعمل سكيلنج للبيزنس بتاعك بشكل انت لا تتخيله. اتمنى تكون الصوره وضحت واستفدت جدا من الفيديو. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه وتعمل سبسكرايب للقناه، ده بيساعدنا بشكل كبير. وان شاء الله نشوفك في فيديوهات جايه. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم.